اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة مع جنى. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبد والقوانص. هنعملها بطريقة سهلة وبطريقة ما تخليش فيها اي ريحة زفارة خالص، للناس اللي بتشتكي ان هي بتقولك لما بتعملها بيبقى فيها ريحة زفارة وكده. لا، اتفرجي معانا على الفيديو دوت وشوفي الطريقة. هنعملها بطريقة حلوة جدا، مش هتشمي اي ريحة زفارة خالص. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنجيب الطاسة بتاعتنا وهنحط فيها شوية زيت او شوية سمنة على حسب ما انت عايزة. هنجيب بصلاية كده وهنقطعها قطع صغيرة. اول ما ننزل بالبصلاية كده اهوت احنا مش هنشوحها قوي. انا معايا كيلو كبد وقوانص. طبعا انا فاصلة القوانص لوحدها والكبدة لوحدها. القوانص طبعا انا جايباها وغسلاها كويس جدا. هجيبها واقطعها كده قطع صغيرة عشان ايه ما تاخدش معانا سوا. هديها تشويحة كده اهوت مع البصلاية. اول ما تاخد اللون دوت انا مش هحط عليها يا جماعة ولا نقطة مية. المية هي اللي هتخلي فيها ريحة زفارة. انا هغطي عليها كده اهوت يا دوبت حوالي 10 دقايق او حوالي 15 دقيقة. هتلاقي القوانص استوت معاكي وبقت جميلة جدا. هي اول ما بتاخد اللون الاحمر دوت تعرفوا ان هي استوت وبقت حلوة قوي. اهي بصوا اللون دوت كده. هي كده بقت مستوية. هي القوانص ما بتاخدش وقت جامد، ولا بقى هتسلقيها في مية ولا اي حاجة ولا تعملك ريحة زفارة. بصوا بقى الخطوة اللي جاية معانا ديت. الكبدة بتاعتي انا جايباها وغسلاها كويس اهو. دلوقتي انا الكبدة مقطعها ايه قطع متوسطة، ولا صغننة قوي عشان ايه ما تدوبش معاكي، ولا قطع كبيرة قوي، على حسب ايه ما انت عايزة. انا بجيب الكبدة بتاعتي وبنزل بيها كده. اهم خطوة بقى دلوقتي ان انا مش هقلب عليها خالص. لازم النار بتاعتي تكون عالية، والطاسة بتاعتي تكون سخنة جدا، وانزل بالكبدة. اول ما اتاكد ان الكبده خدت لون من تحت كده اهوت هبتدي اقلب عليها بشويش وبالراحه. ليه بقى؟ علشان ما تنزلش ميتها. انا عايزه الكبده تبقى طعمها كده وانت بتاكليها تحس انها طريه، مش ناشفه. تبقى طريه كده ومستويه. طول ما انت بتقلبي عليها هتنزل ميتها وهتنشف منك. فانت ما تقلبيش عليها غير لما تاخد اللون دوت. وبعد كده بقى ايه تقلبي عليها بالراحه اول ما تاخد اللون بتاعها ده. الخطوة بتاعتي بقى دلوقتي ان انا هجيب 3 او 4 فصوص توم، وهبتدي ايه اشوحهم مع الكبدة. هي الكبدة حلاوتها انها بتحب التوم وبتحب الفلفل الاخضر قوي. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي في الخطوة دي دلوقتي. هجيب هما 3 انواع: نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة كزبرة. بس كده. وهظبط بقى الملح بتاعي زي ما انت عايزة بالطريقة ديت، وهبتدي بقى ايه اشوحها. الكبدة بتاعتنا يا جماعة ما بتاخدش سوا خالص. هي حوالي 7 دقايق او 10 دقايق بتلاقي الكبدة استوت وبقت حلوة جدا. دلوقتي بقى انا مقطعة فلفل رومي كده هحط عليها في الاخر. انا بحب احط الفلفل الرومي في الاخر علشان ايه يبقى فيه قرشة كده ويبقى باين في الكبدة ما يبقاش مهري. انا يا دوب هديها تقليبة كده بسيطة علشان الفلفل الرومي يتشرب من الصوص بتاع الكبدة ويبقى طعمه جميل جدا. لو انت حباها سبايسي بقى ممكن تحطي قرنين فلفل حامي معاها او كده يعني، بس انا بحب الايه الفلفل الرومي وكده. بس هي كده بقت جاهزه معانا الكبده وفي ثواني استوت ومفيش اي ريحه زفاره طالعه منها خالص. بجد والله ريحتها حلوه جدا جدا جدا. مفيش اي ريحه زفاره طالعه منها ولا اي حاجه. بجد ريحتها حلوه قوي. تعالوا بقى نعمل دلوقتي ولا اجدع سندوتشات العربيات. بجد نظافه وجمال وطعم وتوفير وكل حاجه. ما تنسيش بقى تحط لنا لايك للفيديو وتنورينا بالاشتراك في القناه. تعالوا بقى نشوف دلوقتي هنعمل ايه. احنا هنا بقى الكبده بقت جاهزه معانا. هجيب العيش بتاعي وبالطريقه ديت انا هطبق السندوتش بالطريقه ديت. كده هجيب بقى الجرجير بتاعي. طبعا غسلاه بقى جرجير صابح وحلو وغسلاه كويس جدا. وهحط بقى في الكبده بالطريقه دي زي العربيات بتاعت بره، بس طبعا دوت انت عاملاه في بيتك وحاجه نظيفه ومغسوله وجميله وضامنه كل حاجه فيها. هجيب بقى صوص الطحينة. احلى حاجة السندوتشات دي بتحبها هي الطحينة. انا عاملة كده صوص طحينة واحطها فوق منها واتفرجي بقى على الطعم والجمال بقى. بصوا هجيبها بالطريقة دي اعملها لكم مرة تانية كده اهوت. هتفتحيها كده اهوت زي ما ايه ما بيعملوها وبنشتريها من بره في العربيات بتاعت بره. اهي هتفتحيه كده اهوت السندوتش وهتحطي الجرجير بتاعك اللي مغسول ونضيف وهتحطي الكبده. بجد حاجه جميله جدا جدا. اعمليه لولادك بالطريقه دي والله هتعجبهم. توفير طبعا احسن من بره بكتير. احنا بنجيب السندوتشات دي من بره بتبقى غاليه جدا.
توفير جامد قوي قوي ونظافة، هتعجبهم. ده غير طعمها حلو قوي قوي. انت ممكن بقى تعملي جنبها ايه، مكرونه بقوطه او مكرونه محمره. انا هنا عملت جنبها مكرونه محمره بالكبده برضو. اللي مثلا مش عايز ياكل سندوتشات ياكلها مع الكبده، وتبقى جميله جدا. هوريها لك دلوقتي. بصي السندوتشات شكلها بجد يفتح النفس وحلوه جدا. ده غير ريحتها حلوه قوي قوي. انا بعمل مكرونه محمره، انا عملتها معاكم هنا كذا مره في القناه. بتبقى المكرونه بالشكل دوت كده، وبتحطي فوق منها الكبده. بجد بتبقى طعمها حلو قوي قوي. المكرونه بالكبده بتبقى جميله جدا. انت بتجيبي كيس المكرونه بتحمريه، وبتسقيه بشويه شوربه وشويه عصير طماطم، وتحطي الفلفل الاسود والملح بتاعك، وبتوطي عليها. بتستوي المكرونه محمره، وبتبقى بالطريقه ديت. بجد طعمها حلو قوي قوي. جربيها هتعجبك. ما تنسيش بقى تنورونا بالاشتراك في القناه، وانتظرونا في وصفات جديده ان شاء الله. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو. مع السلامة.